السلام عليكم اخواني اخواتي، معكم اخوكم الحليمي في فيديو جديد. بزاف ديال الناس تواصلوا معايا: اخي الحليمي، شفنا واحد الضجه كبيره في اسبانيا وواقعه ضد المغاربه، واش ممكن تشرح لنا شنو طاري؟ مع العلم هاد الضجه اللي واقعه في المدينه اللي ساكن فيها وفي بعض النواحي، اذا صح التعبير، يعني خارج على المدينه اللي ساكن فيها ببعض الكيلومترات، يعني سميتها طوري باتشيكو. علاش هاد الاسبان خارجين ضد المغاربه؟ وعلاش هاد الاسبان اي مغربي يلقاو يقدروا يتعداو عليه؟ علاش كيهرسوا الطوموبيلات؟ علاش حزب فوكس داخل في هذه الحرب هذه؟ علاش المغاربه بالضبط؟ غادي نعاود لكم هادشي من الاول حتى الاخر بصور وفيديوهات، وغادي نعاود لكم القصه كامله. ولكن قبل ما غادي نبداو هذا الفيديو، غادي ننصح الناس او المغاربه بصفه عامه يحاولوا يجتنبوا الاحتكاك مع هذه الموجه هذه، لانهم يقدروا يكونوا كبش فيها، لان السياسيين داخلين فيها وعندهم مصالح باش يربحوا بعض المقاعد في قبه البرلمان، وكيروجوا يعني الحمله الانتخابيه المره الجايه، وكانت يعني واحد الطريق سلسه بالنسبه لهم باش يختالسوا عقول الاسبان. ولكن احنا ما غاديش نكونوا ضحايا ليهم. داكشي علاش غادي نعاود لكم داكشي من الاول حتى الاخر بالتفاصيل بالتدقيق. غير تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، رغم على انني هضرت على بعض النقاط في القناه الاخرى، لكن مع القناه عندها حتى هي ناسها. داكشي علاش غنعاود لكم هادشي اللي واقع. اولا احنا عارفين هنا في اسبانيا كاينين احزاب يعني معاديين للمهاجرين، يعني نخليو هذه النقطه احتفظوا بها وعقلوا عليها. شنو طرا؟ واحد السيد هذا اللي كتشوفوا معايا في الصوره تعرض للعنف والضرب والتعنيف، ولكن قيل على انهم مغاربه، رغم على ان ما كاينينش شي قنوات وصحف تاكدوا 100%، ولكن اغلبيه تقول على انهم مغاربه عن طريق شهود عيان وشيء من هذا القبيل. لكن احنا فقط حامل المعلومه وتنقولوا اللي قالوا شيء صحيح 100%، العلم لله. المهم من بعد ما تعرض للتعنيف هذا السيد هذا، يعني انتشر الفيديو ديالو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. اذا هنا شنو غادي يديروا؟ غادي يدخلوا على الخط احزاب عنصريه وغادي ينشروا مقالات وغادي ينشروا اشياء اخرى، لدرجه انهم بداو تيقولوا خاصنا نرحلوا جميع المهاجرين، سواء الناس بالجنسيات ديالهم بالاقامات بولادهم، وزيدوا زيدوا زيدوا زيدوا. خلق واحد الضجه، وناض الاعلام حتى هو بدا كيطبل في هذه القضيه. اذا الشعب او المواطنين الاسبان فاش شافوا هذه الفيديوهات خرجوا في واحد المظاهره اللي بسيطه، لكن بعد هذا الفيديو انتشر يعني كيف بواحد الطريقه اللي خطيره بزاف، لدرجه ان مؤثرين حتى هما بداو كيهبطوا من مدن اخرى كمدريد برشلونه وبعض النواحي، وبداو كيهرسوا ويدمروا، ولقاو اي مغربي يعني يقدروا يأذيوه لانه عربي بطبيعه الحال، وحرقوا مساجد. ولدرجه ان احزاب سياسيه كتخرج وكتركب على هذه الموجه وكيقولوا على ان بغينا نردوا المهاجرين نصيفطوهم، ما بغيناهمش، كيسرقوا لنا الخدمه ديالنا، كيتعدوا علينا وارهابيين وزيد وزيد زيد. وهذا خطا، لان فوكس ما كيلعبش في المصالح ديال بعض الاسبان اللي في حد ذاته كيدعم فوكس. علاش؟ لان غادي نشرح لك، لان السياسه هنا عميقه وعميقه بزاف. فوكس عنده مصالح، وخاصه المصالح الاغنياء والاثرياء واصحاب رؤوس الاموال اذا صح التعبير، وهذا الشيء غادي يدمره هو نوعا ما، لان هذه الطبقه غتزيد فقرا وغتزيد يعني تهميشا، لانهم كيفاش كيدعوا على ان المغاربه كيشفروهم، وهذا خطا. لان المغاربه يعني بارقام ما كندافعش عليهم، الارقام هي اللي كتهضر واحصاءات على انهم هما كيساعدوا وكيساهموا باش اسبان اخرين يشدوا المعاشات التقاعديه، اللي هو نقدروا نقول عليه التقاعد ديالهم اذا صح التعبير. داكشي علاش هما ما فاهمينش هادشي، ما فاهمينش كيفاش غادي الفيلم. كاينين واحد النوع اللي صراحه انا نحشم نقول عليه هو راه مغربي، لانه ما كيمثلناش، ما كيمثلش الجاليه، ولكن خاصو يتعاقب اشد العقاب باش هكا يقدر يكون يعني عبرة للآخرين. ولكن مع الحكومة أو السياسة ديالها نوعا ما، يعني نقدروا نقولوا عليها متهاونه في هذه الامور صراحه، رغم على انني كنأيد بيسوي، انا مع البيسوي مع بيدرو سانشيز، ولكن خاصو يشدد الخناق خاصه في السرقه والعنف والضرب والجرح، لان انا ما نبغيش الاب ديالي يتضرب. نسى عليا مسيحي، نسى عليا صبليوني، نهضروا بيناتنا حنا عرب، نتحاوروا بعضياتنا. حط لي كومونتير وايدني ولا عارضني، ولكن اعطيني واحد النقد اللي بنا. واش ترضى الاب ديالك ياكل العصا بهذه الطريقه؟ واش ترضى الاب ديالك يتسلخ ويتسرق ويتعنف لدرجه انه يقدر يديو به القتل بهذه الطريقه؟ انا ما غاديش تجي تقول لي لا راه انصر اخاك ظالما او مظلوما، لا لا لا، راه ربي وحرم الظلم على نفسه، فما بالك؟ شوف اخوان، نكونوا واضحين. هاد الناس انا
كان ايد هاد الاسبان يديروا مظاهره سلميه، ما كان ايدهمش على العنف، ما كان ايدهمش يضربوا واحد اللي ما اذاهمش، ما دار لهم والو. نبغي القضاء ياخذ المجرى ديالو ويكون صارم نوعا ما هكا باش يشفي الغليل ديال داك السيد، لانه كون كان الاب ديالي حتى انا ما غاديش نسكت وغادي نخرج وغادي ندافع عليه باي طريقه، سواء عنف سواء نقدر ندير اي شيء الا ما خداوش ليا حقي. طبيعه الحال الا ما خداوش ليا حقي، لان هادشي راه ما كيبغي لا ربي لعبت. ولكن هادشي اللي كاين هذا هو الفيلم اللي طاري، ولدرجه ان بداو كيطالبوا بترحيل المهاجرين، ولاو كونترولات، ولاو في طوبيسات، ولاو يعني كيشوفوا عربي كيشوفوا كانه صراحه واحد الجني اللي ما يقدروش عليه، لدرجه ان كاين الناس تشوفك طالع كتشد الصاك ديالها، حرقوا مساجد، يعني اشياء اللي لدرجه حتى في العيد حولوا العرب قالوا لهم خاصكم تخلصوا هاد البلاصه راه كتزعجوا الساكنه، سيروا صليوا في قنت اخر. يعني كاينين بزاف ديال الاشياء اللي كتمس بهم بسبب بعض الصعالق اذا صح التعبير، وبعض النماذج اللي ما تستاهلش وكتوسخ الصوره ديالنا اللي كنبنيوها حنا وكيبنيوها وبناوها جدادنا وبناوها ناس قبل منا بسنوات هنايا في اسبانيا باش يخليو واحد اللي ماخين زوين عند اسبان. ولكن للاسف كما كتشوفوا الميديا كتستغل هاد المواضيع باش تروج لها، الجرائد كذلك مثال الصحف، وكذلك مثال اعضاء برلمانيين وخاصه حزب فوكس. حنا عارفين فوكس الاخوان يعني المحتوى ديالو هو المهاجر، ما كيقدمش واحد الاضافه للاسبان، سواء يعني بنيه تحتيه، اقتصاد، مشروع مستقبلي، ما كيهضرش على هذا الشيء، فقط المهاجر. داكشي علاش ما كينجحش. ولكن راه كيستغل نقاط ضعف بعض المغاربه، ماشي الكل، البعض قليله كيستغل الضعف ديالهم وكيبينوهم في الاعلام على اننا لوحه سوداء. وهذا الشيء اللي كاين وهذا الشيء اللي طرا. ونتمنى الفيديو كانت فيه استفاده، وكان معكم خوكم الحليمي، نتشوفوا فيديو جديد. سلام.